صباح الفل، يلا بينا بقى نعمل صينية تفاح الجيزة، سفاح الجيزة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قررت النهاردة بقى ايه الجمعة، قررت اعمل لهم غدا على طريقة الاستاذ احمد فهمي. هعمل لهم صينية سفاح الجيزة بقى. اكيد انتوا كلكم عرفتوا يعني ايه صينية سفاح الجيزة. هي صينية بطاطس باللحمة. قطعت بقى كده، انا ماشية على نهج الاستاذ احمد فهمي اهو، يعني برص نفس الرصة بتاعته بالظبط. قطعنا بقى البطاطس كده والفلفل والطماطم حلقات زي ما انتم شايفين كده. الفيديو ده بس يعني هدفه والله بس ان احنا نفك كده ونطلع من القرف اللي احنا فيه، مش اكتر يعني. كلنا اكيد بنعرف نعمل صينيه البطاطس. المهم زي ما انتم شايفين كده، هو انا برص زي الاستاذ بالظبط. شابولك يا استاذ احمد بصراحه يعني. تمام كده اهو. بطاطس وفلفل وبصل، وبعدين بطاطس وفلفل وبصل، وهكذا كده بالترتيب لحد لما نخلص رصة الصينية كلها. طبعا بقى للأسف أنا اللحمة جاياني متقطعة. بصراحة أنا كنت طالبة العرق، بس جه حتة موزة كده متقطعة، مش مفصولة عن بعضها، مش جاية كلها كاملة يعني. المهم مش هوقف الدنيا، برضو هعمل الفيديو. خلاص. هرص بقى كده البطاطس والبصل، وبعدين الطماطم، وبعدين الفلفل بالترتيب كده. اهم حاجه الترتيب عشان الاستاذ احمد فهمي ما يزعلش مننا ويعمل مننا بطاطس محمره. تمام. رصينا بقى كده زي ما انتم شايفين. يلا حطوا لايك للفيديو بقى، حطوا لايك للفيديو. الفيديو ده هدفه تسليه مش اكتر. وكده نفك يعني نفك كده ونطلع من الخنقه اللي احنا فيها. اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. انا طبعا البطاطسايه دي كانت كبيره فقسمتها 2 عشان ابقى رصه الصينيه صح. تمام. فلفل، وبعدين طماطم، وبعدين بصل، وبعدين بطاطس زي ما انتوا شايفين بالترتيب. اهم حاجه الترتيب يا جماعه، مش عايزين الاستاذ احمد فهمي يزعل مننا. خلاص كده خلصنا ترتيب الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده بقى كان غدا يوم الجمعه. طبعا الفيديو مش هينزل الجمعه، هينزل تاني يوم، لان احنا بنتغدى متاخر شويه. فيعني على ما خلصت بقى ودمجت الفيديو كده كنا حوالي الساعه، يعني انا بسجل لكم كده كانت الساعه تقريبا 2 بالليل. وان شاء الله هتلاقوه نازل تاني يوم. رصيت بقى الصينيه. اهم حاجه الترتيب. خلاص كده قربنا نخلص بقى رصة الصينيه. حطوا لايك، ما تنسوش حطوا لايك للفيديو. انا عايزه الفيديو ده يتشاف يا جماعه، بالله عليكم حطوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس على علامه الكل. خلاص بقى رصيت صينيه البطاطس، وهنا كنت عامله صلصه طماطم. حاطه بقى عليها ملح وفلفل ومتبلاها ومبهراها، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، ومظبطه حيائها. تمام. هنرش بقى كده زي الاستاذ ما كان رشش بالظبط كده على صينيه البطاطس بتاعته. احنا شاكين في اللحمه بتاعت استاذ احمد فهمي، لكن لحمتنا احنا يعني لحمه جزار. اما اللحمه بتاعت استاذ احمد فهمي احنا يا ريت يقول لنا يا استاذ احمد لو سمحت، يا ريت تقول لنا انت كنت حاطط لحمه ايه. يعني جمهور مصر كله شاكك في اللحمه بتاعتك. تمام كده. هنحط بقى قطع اللحمه. بصوا زي ما قلت لكم كانت جاياني قطع متقطعه. دي حته موزه انا كنت طالباها على بعضها بس مش مشكله. خدتها كده اديتها تشويحه على النار بشويه ملح وشويه فلفل. هحطها بقى كده في نص الصينيه كاننا يعني حاطين عرق زي الاستاذ احمد ما كان حاطط. تمام كده. هكمل بقى بقيه رص الصينيه. احط بقى كمان شويه الصلصه اللي باقيين فوق اللحمه. حطيت كمان بقى بعد الصلصه دي حطيت كده 5-6 فصوص توم متخرطين. والصينيه اللي انا شوحت فيها البطاطس حطيت فيها شويه ميه وغليتها على النار وحطيتها عليها اللي انا شوحت فيها اللحمه. تمام. ادي كده صينيه البطاطس طلعت. بصوا ما شاء الله حاجه كده تحفه، بألف هنا وشفا. عملت كمان جنب منها بقى كده رز في الفرن، بما اننا هنولع الفرن فنعمل رز.
تمام. لسه مخلصين بقى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس. بألف هنا وشفا. شابولك يا استاذ احمد على رصة الصينيه الجميله دي. متنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. هسيبكم بقى شويه كده تتمعنوا. الاكل كان تحفه بصراحه يا جماعه. بصوا بقى هنا كنت طفيت الاضاءه لان الاضاءه بصراحه مش مبينه حلاوه الصينيه. بصوا شايفين الجمال بقى، ما شاء الله اللهم بارك. واللحمه كده زبده والبطاطس دايبه زي ما انتوا شايفين كده، وكل حاجه في مكانها. يعني ولا اللحمه راحت على البطاطس ولا البطاطس جت على اللحمه، كل حاجه في مكانها. اهم حاجه الترتيب والنظام يا جماعه. شايفين بقى الحلاوه يا ولاد؟ يا حلاوتك يا استاذ احمد. لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على علامه الكل.